بس كأغاني نزلت في التلفزيون وخدمتني. كان كتب لي أغنية مقدمة مسلسل نادية. أيوه. فبدل كريم ما يعطيها مطرب مشهور، أيوه، أعطاه يعني، وكان محتاج أن يعطيها الفنان مشهور. أيوه. يعني كان حتى يستفيد هو يعني. فأعطاني إياها بكل ثقة أغنيها. فكانت هذه من أنجح الأعمال بال85 أعتقد. 85. كريم، غادرت العراق في مطلع التسعينيات. نعم. بأي ظروف خرجت من العراق؟ وكان مفتاح السفر طبعا هي دعوة من صديقي اللي وقفت له بداياته الفنية، الفنان كاظم الساهر. فوقفت له بتجربة أول أغنية وأعطيته عهد وكنت عند الوعد، فاحترم هذا الموقف وأرسل لي رسالة من عمان يدعوني ردا للجميل. هو كان يتوقع السفرة تستمر أسبوع. نعم. وإذا بها عبرت 20 سنة. نعم. لا، أنا أحكي عن شوية عن شخصيته. اتفضل. كريم من يكتب يعني الأغنية كأنها أول مرة راح تنزل له أغنية، كأنها أول مرة كل مرة. وهو كاتب 1000 أغنية. مثلا كريم هاي الأغنية راح نصورها. يعني رأسا يعرق، يتغير شكله، يرتبك، يسوي حركات. طبعا أنا أضحك يعني أقول لك كريم أحس الفرحة كأنه طفل. الله. ولذلك أعتقد هذه الحالة اللي موجودة عنده تخليه مبدع على طول. أيوه. يعني أي أغنية يكتبها أيوه. كأنه امتحان له. صحيح. السؤال اللي ممكن يلح علينا ربما جاء متأخرا، ماذا وجدت في صوت كاظم الساهر؟ يعني دائما يسأل الشاعر من يعني أعطى أغانيك حقها، أكثر صوت أعطى أغانيك حقها. يعني أكثر من الصوت. كاظم وجدت فيه تمردي اللي أنا مشتاق له. أستاذي، قلت أن كاظم الساهر علمني الرومانسية، بأي معنى؟ عبارة لافتة. ليش علمني الرومانسية؟ ذيك المرحلة احنا كنا أطباء بعض، شفنا دموع بعض وأسرار بعض، وهذا ما شافني أنا أكتب هذا الحزن وأعيش تجربة حزينة عائلية، وقف أمامي ولما طلب مني يشيل هذا الحزن كأنما أعطاني دواء مر، لكن هو أخيرا به الشفاء. يعني لما أكتب عن الغزل عن الحب هو هذا علاج، بدليل طلعتها حبيبي، طلعت الأغاني الجميلة هي اللي كانت غذاء مش فقط إلي. راح نرجع من هذه الأغاني إلى نفس المحور أستاذي بعد الفاصل. 90 أغنية مع الفنان الكبير كاظم الساهر. كريم العراقي شاعر كبير طبعا بلا شك. أعتقد هذا الجزء بكريم أنا مرات مع الأسف أستغله باستفزاز حتى يكتب أحلى. بس أأذيه. يعني يقول لي والله ورمت ذاني، يقول ورمت ذاني، يقول لي حتى ذاني صارت نار حمر. وجهي تشوف يعني يرحمني. مرات يعني أحس أنه قد صدقه ودخوله وتقمصه في شخصية العمل أحسه يتأذى. وفعلا أحسه يتأذى، يعني لونه يتغير، يعني يعيش الحالة مو بس بارتباك وبعصبية، بس أنت بتقسو عليه وبالتالي هو يعني اسمه. أيوه. مو بس اسمي أنا، اسمه هو. يعني وارتبطتوا بعد، اسمك ارتبط. الحمد لله. لا مثلا أنا أقدم اسم كريم يعني من زمان. على في مهرجانات الناس يعني هو بالمستبد من أجمل الأغاني. المستبد أنا ما تكتب بهذا الزمن قليل، يعني صعب. أنا ما صدقتش. يعني كلهم قالوا مثلا هذه شعر قديم، شعر نزار، شعر بالضبط. يعني كتبها بطريقة بصراحة هذه قسيت على كريم كثير. بعدها اجت رسالة أستاذ نزار يقول: كريم أيها الشاعر الجميل، ابقى يا كريم مزروعا في شفتي كاظم الساهر، واكتب لنا أحلامنا وأحاسيسنا بأسلوبك الطفولي الجميل، والله يحفظك ويرعاك.